يا جماله بقى سمك بحر، ايه الجمال ده؟ لا تعالى بقى نشوف الفخامة دي والغدوة دي اتعملت ازاي. صلى على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. معانا بقى سمكة هليلي صغيرة، ومعانا سمك شخرم وسمك دينيس، سمك صغير مش كبير. تعالوا ما نشوف عملناه ازاي. اول حاجة كده بقى ايه، ندخل كده نجيب حته حله، ونجيب بقى ايه بصلايه بصلتين حسب ما انت عايزه. هنخش بقى ايه على الرز. اول حاجه كده ايه، نحط الرز كده ايه ونسيبه. اهم حاجه الرز بيتعمل خلاص، الموضوع كده انتهى. بعد كده احنا عاملين هنا الدقه بتاعتنا معروفه، الهريسه بتاعت السمك، توم فلفل احمر فلفل اخضر بصلايه، شويه خضار. خلاص كده الموضوع ايه منتهي. دي كده الدقه بتاعتنا. ضربنا بقى الدقه في الكبه، اخدنا منها معلقه واحده على البصلايه، حطينا منها ايه كمون، حطينا بهارات سمك، حطينا ملح ابيض، حطينا مرقايه، حطينا ايه شويه بابريكا. كل ده هتحطيه على الرز الصياديه يا ام زيزو. هنحطها على الرز الصياديه. لو انت عايزاه غامق هتغمقي معاكي البصله بالبهارات بكله، هتغمقيها كده معاكي وهتخليها ايه غامقه. لو انت عايزه الرز غامق، عايزه الرز فاتح زي ما انت هتشوفيه دلوقتي، بنمشي بنفس الطريقه. هنخلي البصل كده يدبل معانا ويحمر حمران بسيط جدا، مش هنخليه يغمق. دي كده ايه البصل بتاع الرز. نزلنا كده ايه بالميه، ميه مغليه، وهنسيبها بقى تغلي. احنا كده غسلنا الرز، جبناه طبعا الميه بقى مغليه معانا، والطعم بتاعه متظبط، الحدق بتاعه متظبط. نزلنا كده بقى بالرز. بصوا شكل الميه نفسها يفتح النفس. الميه دي بقى لما انت تيجي تغليها كده تحسي كده اكنك انت بتعملي جمبري. هنا بقى الدقيق حطينا عليه بهارات سمك، وحطينا عليه كركم. هنقلبه كده في بعض كويس قوي عشان نتبل نبطن السمك. طبعا في طريقه تانية، ان انت تحطي السمكيه في ميه وترجعي تحطها في الدقيق، وترجعي تحطها في ميه وترجعي تحطها في الدقيق، تطلع لك طبقه ايه مقرمشه. لا احنا مش عايزين الكفر المقرمش ده النهارده، احنا عاملين الكفر المقرمش ده قبل كده معاكم. لا خلينا بقى ايه في ده. بعد كده ايه نقلنا بقى ايه الطاسه. طبعا انتوا عارفين ان الفرشه بتاعتي قلتها لكم قبل كده في فيديو، الفرشه بتاعتي باظت مني، لسه ما جبتش واحده. فانا عملت كده ايه بالمعلقه الخشب على الصينيه. الصينيه دي يا ام زيزو انت هتعملي عليها ليه؟ هشوي بقى عليها الشخرم والدنيس، هشوي عليها السمك. طب هتشويه في البيت؟ هشويه في البيت، ايه المشكله؟ ده جميل وبيبقى طعمه جميل جدا وما فيهوش اي مشكله. طب انت جبت الصينيه دي ايه؟ دي صينيه ستانلس يا جماعه، كانت عند والدتي وبتشوي عليها. فانا قاعده ولادي بيقولوا لي عايزين نشوي يا ماما سمك. طب هشويه على ايه؟ ما عنديش صينيه. قام بقى ايه اجالي الواد ياسو كده، الواد ياسر ابني حبيبي، ربنا يا رب يشفيه ويعافيه. عمل ايه؟ قال لي يا ماما انا شايف صينيه عندي تيتا في الفرن. قلت له اجري عليها هاتها. وفعلا ما كدبش كلمه، نزل جري يا تيتا يا تيتا وصحاها من النوم، وجاب منها ايه، جاب منها الصينيه وسلكت معايا، وكانت حته شويه من الاخر بسم الله ما شاء الله. ومن ساعتها وانا مبلطجه على الصينيه، وقاعده بقى ومخليه الصينيه عندي ومش هتاخدها تاني. يلا ما علينا. المهم قالينا بقى هنا ايه السمك بيتقلي. معانا طبعا ايه الشخرم. انتوا فاكرين ان هو كده يعني ما بيتستويش وبيبقى ني والكلام ده؟ لا ما فيش الكلام ده خالص. طبعا انت بتغسلي السمك وبالخل وبالملح وبالليمون وشويه دقيق، وبتغسليه بيطلع منه الزفاره خالص. بتحطيه في مصفى، بعد ما بتحطيه في مصفى يصفى معاكي بتنزليه في طبق. بتروحي جايبه معلقه زيت واحده، يعني معلقه زيت او اقل من معلقه على الكيلو او الكيلو ونص. بتروحي رميها كده عليه وتقلبي كده بايدك، تنطري جامد قوي في السمك كله بيبقى فيه ايه ريحه زيت. وطبعا ايه الصاجه بتاعتنا اللي هي الصينيه دي بتبقى ايه حاميه خالص. فانت كل ما هي بتبقى حاميه معاكي وتحطي عليها، بتبقى انت بقى ايه موطيه كده النار وسط مش عاليه. بصي بيستوي معاكي، ما بيتهريش، ما بيلزقش في الصينيه ولا اي حاجه. اهو قدامكم انا ما رضيتش اقفل معاكم الكاميرا ولا اي حاجه، قلت هخليها كده معاكم. وطبعا بقيه الشويه كلها ايه مين اللي كملها معايا؟ انا وزيزو، احنا اللي كملناها. ومين اللي جهز الحاجه؟ لؤي. فطبعا عيالي يعني بسم الله ما شاء الله، اولادي ايه الله اكبر يعني عليهم، جهزوا معايا كل حاجه. وهنا بقى ايه كنت عملت بقى ايه السلطه ومجهزاها وحطاها في التلاجة. وهنا بقى بصوا في سمكيه صغيره، سمكيه ايه دي يا مزيز؟ ودي سمكيه اسمها خنزيره. الخنزيره دي انا هعملها لكم فيديو، بس انا بصراحه ما لقيتهاش في السوق المره دي، يعني ما لقيناهاش في السوق، اللي هي دي واحده بس. فانا هعمل لكم فيديو ليها مخصوص، لان في حد بعت لي وقال لي يعني ايه خنزيره، لانها كانت قبل كده كنت بتكلم عليها في فيديو سمك برضه. بس ان شاء الله انا هجيبها لكم وهعملها لكم ايه في فيديو ايه
لوحده. هنا بقى كده ايه، بعد ما بتشوي السمك طبعا ايه الدقه اللي انت بتعمليها طريه شويه، ما تخليهاش ناشفه معاكي، لا طريه شويه، علشان خاطر لو انت حتى شايله السمكيه ناشفه او يعني من السخونه بتاعتها نشفت لانها صغيره، لا انت لما بتحطي الدقه عليها بتطرى معاكي، بتبقى جميله جدا بسم الله ما شاء الله. الدقه بتاعتنا طبعا بنحط فيها شويه سكر، نسيت اقول لكم شويه سكر، وكل البهارات اللي عندك، بهارات سمك اهم حاجه، وبتحطي عليها شويه سكر وبتحطي عليها مرقيه، بيخلي طعمها جبار يا جماعه. احنا عندنا لازم نزود شويه دقه عشان بنحطهم على الرز زي ما انتم شايفين كده. وده كان منظر الغدا بتاعنا، حاجه في منتهى الجمال يا جماعه. ومش عايزاكم تنسوا لي اللايك، وتنسوا اللي ما عملش متابعه للقناه للصفحه بتاعتي يعملها، وتدوسوا لي على احلى لايك، وتستنوني كده في كل جديد ان شاء الله. وقولوا لي ايه رايكم في اكل النهارده، وايه رايكم في طريقه تحضيري للسمك وتحضيري للرز. وربنا طبعا يحسن ما بين ايديكم. وقبل اي حاجه طبعا ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، واستنوني الفيديو الجاي.